القرآني للاستدلال بقدرة الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم مليء بالأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى ليقرب المعنى، فمن رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه يقرب لهم المعنى ليبين لهم الحق من الباطل من خلال ضرب الأمثال. القرآن مليء بهذه الأمثال يخاطب بها العقول ويسهل لهم بها المعلومات. وعليه سنبدأ بما معنى المثل وكيف أثره في نفوس الناس مع الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بما هو معروف يعني قضية القرآن الكريم وأنه نزل بلغة العرب، هي اللغة العربية، وبالتالي جاء الإعجاز فيها بكل أشكالها وأنماطها، سواء كانت أمثلة أو كانت بلاغة أو كان أي شكل من أشكال اللغة اللي معهودة عند العرب. القرآن الكريم استثمر فيها، كلها تكاد تكون موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. وكانت العرب أيضا وكل الشعوب للمثل فيها عموما مكانه، كل بلغته يعبر في سبيل أنه والله كيف ينقل المعنى البعيد، ينقله لك في صورة قريبة تستطيع أن تتصورها ويدخل معك إلى عالم الذهن، يعني يحاول أن يقرب المعنى البعيد إلى أن يكون قريبا منك. وفي اللغة كذلك عموما يعني موضوع التمثيل أو المثل هو التشبيه، بينهما عموم وخصوص لكن متقاربان. التشابه هو من في بعض الوجوه، والمثل هو من كل الوجوه. يعني لما نقول فلان مثيل لفلان معناها متطابق معه، لكن لما نقول فلان شبيه لفلان معناها فيه بعض الفروق. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قال ليس كمثله شيء ما قال ليس مثله، يعني أبعد كثيرا. يعني حتى لو أردت أن تشبه في مسألة المثل، لا، الله تبارك وتعالى لا مثيل له. ولذلك الأمثال جاءت عموما لتقريب المعنى ولتجعل تنقل على الأقل الصورة الذهنية أو الصورة الموجودة في مكان ما، تنقلها إليك بصورة معبرة وبمثال معبر. وفي كتاب الله تبارك وتعالى تقريبا وردت هذه الأمثال بنسبة كبيرة جدا، بدءا من سورة البقرة وما تلاها. ففي هنالك الكثير من الأمثال، المقصود منها هو في بعض معانيها المقصود منها العبرة، كيف تعتبر من هذا المثل المضروب. وربما هذه على كل الخلاصة اللي ممكن الواحد يقولها فيما يتعلق بموضوع المثل في السياق العام. بارك الله فيكم دكتور محمد. لو استطعنا نتحدث عن المثل، لماذا يضرب الله الأمثال؟ ما الذي يريده من عباده؟ نعم، كما قال الشيخ توا، أولا هو التبسيط وتقريب المعنى، ثم كذلك الاعتبار، فكما يقال السعيد من اعتبر بغيره ومن اتعظ بغيره. وهذا المنهج بضرب الأمثال هو يعني من المناهج الفطرية عند الإنسان، حتى أن الأمهات كي تلقن أبنائها الصغار الذين لم يصلوا إلى سن استيعاب المعاني الكبيرة تستخدم معهم الأمثال. وكذلك الجدات مثلا، قديما كانت الجدة وقد بلغت مثلا من العمر عتيا وراكمت الكثير من الحكمة والتجارب في الحياة، كي توصل هذه التجارب والمعاني إلى أحفادها لا تستطيع أن تقول له انظر يا ابني مثلا إذا جاء اللص احذر منه كذا، واحذر من الطماع، واحذر من المنافق والكذاب. هذه المعاني لا يستوعبها الطفل الصغير، فتمثل له الذئب المكار والثعلب المخادع، وهكذا في القصص القديمة وما إلى ذلك، حتى توصل له هذا المعنى رأفة بهذا الحفيد. ولله المثل الأعلى رأفة ورحمة بنا، بسط لنا هذه الأمور وقرب لنا هذه المعاني بالأمثال حتى لا تكون لنا حجة يوم القيامة. هذا هو. بارك الله فيكم. وحتى في مناهج التدريس الحديثة ضرب الأمثال هو يعني من الأساليب المنهجية والبيداغوجية في تلقين المعلومة للأطفال، خاصة في المستويات يعني المبكرة. بارك الله فيك. إضافة هنا بس فيما يتعلق بلماذا يضرب الله الأمثال. جميل. بالإضافة هو حقيقة موضوع الأمثال بعض العلماء حاول يذكر فيها يمكن 20
حكمة وأهمية. لكن خلينا نقول أول ما هو مقصود من المثال البيان والتوضيح. فالله تبارك وتعالى يبين للناس ويوضح لهم من خلال المثل، ويقرب المعنى من خلال المثل. الأمر الثاني المقصود منها أيضا بضرب المثل أن يكون هنالك اعتبار، لا بد من العبرة من المثل المضروب. النقطة الثالثة فيها أحيانا تحفيز، نفس المثل يضرب للتحفيز، بعض الأمثال تضلي التهديد والوعيد مقصود منها. فهذه كلها قضايا سبحان الله تدور في معنى مسألة الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى. الحقيقة طرح جميل وشرح رائع، جزاكم الله خيرا. أتلو عليكم بعض الآيات. قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. عن ماذا هذا المثل ولماذا ضربه الله شيخ حسن؟ طبعا سورة البقرة افتتحت بالحديث عن المؤمنين، ثم عن الكافرين، ثم المنافقين، وكانت أطول ما تحدثت عنه أهل النفاق. هنا حقيقة يكاد المفسرين القدامى يتفقوا على أن المثل هذا مضروب للمنافقين، كاد يعني. لكن لفت نظري أن بعض المفسرين مثل الدكتور عبد الله دراز قال لا، المثلين مثلهم أو كصيب، هذين آيتين كل واحدة فيها مثل. فقال بما أن الله تحدث عن الكافرين ضرب لهم مثل، وتحدث عن المنافقين وضرب لهم مثل. سبحانه. لكن على من يرى أن والله كلا المثلين ضربا للمنافقين، فانظر سبحان الله، أو الله عز وجل يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. والنار طبيعتها، هنا المثل بالنار، النار طبيعتها فيها خاصيتان. الخاصية الأولى الإحراق، والخاصية الثانية الإنارة والإضاءة، كلا الأمرين. فالله تبارك وتعالى اعتبر هؤلاء الذين وصلهم الكتاب ووصلهم النبي صلى الله عليه وسلم كمثل شخص استوقد نارا. على كل أن النار وصل وهي أمامك، يعني يمكن أن يستفيد منها إضاءة، ويمكن أن يستفيد منها أيضا فيما يفيده في حياته. جميل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال فلما أضاءت ما حوله، أنت رأيت خلاص كل شيء، الخير والشر والحلال والحرام، أضاءت، قال ذهب الله بنورهم. ما استفاد. لماذا لم يقل ذهب الله بنارهم؟ ليبقي خاصية الإحراق، بمعنى سحب منهم النور وأبقى لهم الإحراق والعياذ بالله. فهذه يعني مثل سبحان الله فيه فعلا. فلما أطفئ نور، أطفئت الإضاءة، وبغض النظر الآن هذا الإطفاء قد يكون هنا في الدنيا وقد يكون في الآخرة. في الآخرة لما قالوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فعلى كل، إما السحب هذا يكون في الآخرة وهم المنافقين يتظاهرون كغيرهم بأنه والله كانوا مع أهل الإسلام، ولكن تأتي لحظة فاصلة فتقطع بين المؤمنين وبين هؤلاء الذين كانوا معه. أو في الدنيا لا، جاءك الكتاب ولم تستهدي به وكان بإمكانك أن تستفيد منه في حياتك كلها، والله تبارك وتعالى كثيرا ما يصف الرسالة بالنور، هدى ونور، يعني وصف بها التوراة، وصف بها الإنجيل، وصف بها القرآن الكريم. فعلى كل من استضاء بها أفادته، استفاد من نورها، استفاد من هدايتها، استفاد من كل ما يمكن أن يفيده في حياته. ومن ابتعد عنها ولم يؤمن بها أو استمع إليها دون أن يركز معها، أو حاول أن يعتبر والله هو يتزاكى على المؤمنين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر، فهؤلاء الله تبارك وتعالى يعاقبهم في الدنيا بسحب نوره، هذا النور الذي بسحب نورهم الذي أضاء لهم، ويبقوا بعد ذلك في ظلمات صم بكم عمي فهم لا يرجعون. جميل. جميل جدا. هذا الطرح حقيقة في حد ذاته هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومؤثر في ذوي الألباب الذين يفهمون اللغة العربية الصحيحة ويفهمون دقيقها من غير دقيقها فيتأثرون. وهناك بلاغة أخرى في هذه الآية إضافة. نعم. فالله تعالى عندما ضرب هذا المثل لم يقل مثلا، لم يمثل هذا الكافر برجل يسير في الظلام أو جالس في الظلام،
بل ابتدأ المثل أنه أوقد نارا وأضاءت ما حوله، بمعنى أنه بلغه الحق وبلغته الرسالة، نعم. ثم ذهب الله بنوره. وفي الحقيقة، في حقيقة الأمر، إذا كان رجل قد أضاء ما حوله ثم ذهب هذا النور فجأة تكون أكثر ظلامية، يكون أكثر ظلاما، لأن عينه عندما تعودت على ذلك الضوء، عندما يطفأ الضوء بشكل مباشر يكون أكثر ظلاما. وهنا المثال أظن على المنافق، كون المنافق هو أكثر ضلالا من الكافر، وفي دركات أسفل من الدركات التي فيها الكفار، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. كيف ترى هذه الآية أنها دليل على آية من آيات الله سبحانه وتعالى؟ نعم. من الناحية العلمية، فخبراء الاقتصاد يعلمون أن المال هو مثل الماء، فالماء إذا بقي راكدا فسد، وإذا تحرك هذا الماء وجرى في الجداول تجتمع هذه الجداول فتتحول إلى أنهار، ثم تجتمع الأنهار فتتحول إلى بحار، فيزكى ذلك الماء وينتفع منه الناس. فكذلك المنفق في سبيل الله إذا ترك ماله راكدا فهو يفسد، ولهذا كانت الزكاة تطهر المال. أما إذا أنفقه فهو يزكى بإذن الله وينعش الاقتصاد من حوله، فانتعاش الاقتصاد يعود على ذلك التاجر أو ذلك الغني الذي أنفق في سبيل الله في نهاية الأمر. وهذا معلوم عند خبراء الاقتصاد، لذلك هم يشجعون على الإنفاق بوسائل أخرى. فنحن ديننا الحديث يشجعون على الإنفاق في سبيل الله والصدقات والزكاة، لكن هم يشجعون على الإنفاق من خلال الثقافة الاستهلاكية. ولكن على العموم الشاهد في الأمر هو أن الإنفاق وجريان المال وجريان السيولة يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، وبالتالي تعم المنفعة حتى ذلك الغني وذلك الذي أنفق بداية الأمر. فهو كما أن الماء يسير في دورة، تسقط الثلوج مثلا والأمطار في الجبال ثم تجري في الأنهار ثم تعود إلى البحار ثم تعود يسقها الله على شكل سحب في دورة، فكذلك المال يجري في دورة. فإذا أنفقت فاعلم أن تلك النفقة ستدور في تلك الدورة وتعود إليك مباركة وزكية إن شاء الله. مما يؤكد كلامك المثال الثاني أو الثالث بعد آية الرياء، قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل، يعني مطر شديد، فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. تعليقكم؟ يعني نفس المعنى، نفس السياق. نعم. فهنا يعني أن الله تعالى يضاعف للذين ينفقون في سبيل الله، وهذا يعني هو نفس المعنى الذي أنتم ذكرتموه، أن الماء إذا نزل وابلا غزيرا فإنه يعني يفيد العبادة والبلاد، وكذلك من ينفق ماله بكثرة فيكون هذا مثاله. والذي ينفق قليلا فإنه لا يخلو من الأجر، فمثله كمثل إيش؟ يعني كمثل الندى اللي هو الطل. الطل هو الندى، والله بما تعملون. أعود إليك شيخ حسن. هذا المثال الذي أذكره لك هو كأنه مقطع يعني تمثيلي رائع، سيناريو وحوار القرآن الكريم. يصور لنا صورة عجيبة يقبح لنا فيها الرياء من خلالها هذا المثل. أترك لكم التعليق ولكن سأقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لم تنتهي الآية بعد إلى أن قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم. عندك الآن مثلين. نعم.
مثل إذا نزل الماء على صفوان، والآخر إذا نزل الماء على رجل كان ينفق ماله رئاء الناس. بالنسبة للمثل الأول لو تسمح لي، فهذه يعني ظاهرة مورفولوجية معروفة. عندما نقول مورفو يعني شيء متعلق بالسطح، لوجيا يعني العلم الذي يتعلق بالسطح سواء سطح الأرض أو ما شابه. فالصفوان الصخر المصمت الذي لا ينفذ الماء. طبعا دكتور فيزيائي هذا تخصص، بارك الله لذلك نستأذنك يعني إذا كان ممكن. بارك الله فيك. فالصفوان هو الصلب الذي المصمت لا ينفذ الماء وعليه تراب. التراب منفذ للماء، فهذه نعمة من الله أن التراب هو مثل الإسفنجة، هو الذي يمسك الماء ويكون الفرشة المائية. يا سلام. فإذا انجرفت التربة، جاءت أمطار مثلا، عندما تحصل أمطار رعدية غزيرة وتجرف التربة لا يبقى إلا الصخر، والصخر لا يمسك الماء، وبالتالي لا نباتات تعيش ولا حيوانات تعيش ولا أي شيء، وحتى الفرشة المائية العميقة يعني لا تتكون، وبالتالي تفنى الحياة في تلك الأرض. فالأرض التي انجرفت فيها التربة تصبح قاحلة بعد مدة. وهذا مثل بليغ ومثل علمي. ولهذا كان فقهاء الإسلام الذين يعون القرآن الكريم كانوا موسوعيين في كل شيء، في الجغرافيا، في الطب، في أي شيء، لأن كان لديهم أصل ومنبع العلم والحق الذي هو الكتاب والسنة. أربط بين الإنفاق وبين هذا المثل الذي أنت شرحته الآن. نعم. الذي ينفق رئاء الناس. نعم. مثله كمثل ماء نزل على صفوان. حسنا، نبقى دائما مع الماء. قلنا لدينا ماء مثلا راكد، قلنا سيفسد ولا تكون فيه مصلحة. نعم. إذا جرى هذا الماء فقد على الأقل قد تنتفع منه بعض النباتات. البخيل الذي لا ينفق قد يقول هذه النباتات لا نفع منها، يعني هي لا تضر ثمارا، ولماذا أنفق عليها؟ لا تضر عليها مصلحة. فحتى في الفلاحة بعض الفلاحين قد يقول لماذا أغرس شجرة خروب أو شجرة لا تعود علي بالثمار، في حين أن كل خلق الله تعالى فيه حكمة. لنفترض أن هذه النباتات التي قد يحقرها الإنسان ويقول هذه لا تضر ثمارا، هذه النباتات جذورها هي التي تمسك التربة، وتلك التربة هي التي تمسك ذلك الماء حتى لا يضيع وتتكون الفرشة المائية. فإذا ضاعت تلك النباتات التي نحقرها نحن ستضيع التربة ويضيع الماء ويصبح كل شيء قاحلا. كذلك بالنسبة للمال، بعض الناس فقراء يقول هذا ما مصلحتي، ما عندي معه مصلحة، لماذا أعطيه المال؟ بماذا يفيد الاقتصاد حتى وإن أعطيته؟ في حين أن هؤلاء الضعفاء والفقراء في الحقيقة هم دعامة المجتمع، سواء الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة، هم دعامة المجتمع. فإذا تحطمت هذه الطبقة سيحصل نفس المثال، ستندثر القاعدة التي مثلها كمثل التراب، ولا هذه القاعدة هي الأساس. فمثلا هذا الرجل غني مثلا عنده مصنع يصنع أحذية، لكن زبناؤه يعني من القاعدة الشعبية. إذا هذه القاعدة الشعبية أو هؤلاء الفقراء لم يجدوا مالا حتى يستهلكوا، فحتى أصحاب الشركات الكبرى التي تنتج مواد استهلاكية لهذا السوق سوف تفلس. إذن المجتمع كله بجميع طبقاته العليا والدنيا كله يعمل في إطار منظومة متكاملة، إذا اختل منها عنصر اختلت المنظومة ككل. هذا هو. طيب شيخ حسن، هذا التسوير البديع من الله عز وجل ذكرني بقضية الحركة. سبحان الله، مقولة الحركة ولود والسكون عاقر. نعم. الحركة ولود نعم. والسكون عاقر. نعم. شوف سبحان الله، الآن هذه رؤية اقتصادية، إنه والله إذا لما قال الإمام الشافعي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طابه وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب. يعني كان واضح انه هو الحركه والحركه الجريان صحيح. ايوه هي التي تنتج نعم. تنتج الاشياء. على كل، في موضوع الامثال خاصه، هي الايات سبحان الله بدءا من مثل الذين ينفقون اموالهم الى اواخر البقره. هذه الايات سبحان الله هي اللي شكلت لنا المنظومه الاقتصاديه كلها، ما هو الواجب فيها وما هو المستحب فيها وما هو المحرم فيها وما هو ما فيه مقابل دنيوي مثل البيع والشراء وما هو فيه مقابل أخروي محض ولا ترجو من دنياك منه شيء، وما فيه تقديم منفعة
على أمل أن يعود إليك رأس المال ويستفيد الشخص اللي هو في قضية الدين. وحل الله البيع وحرم الربا. شوف هذه المنظومة سبحان الله المتكاملة، لكن بدأها بهذا المثال. صحيح. يعني ليش والله ما تحدث القرآن عن البيع قبل الإنفاق؟ ليلفت سبحان الله أن مسألة الإنفاق هي الحياة، فيها الحياة الحقيقية. قانون يسمونه قانون الوفرة. أيوة، تعطي يعطيك الله. أيوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث أنفق ينفق عليك. نعم. وفي بعض الأسواق وفي بعض المدن اللي مرتبطة بالموظفين تجد الناس تنتظر نهاية الشهر بحيث والله يا جماعة يصرفوا الرواتب وينزلوا الأسواق، فمتى ما وضعت الأموال في أيدي الناس يتحركون. صحيح. فالآية على كل تكلمت عن الإنفاق وميزته، ثم دخلت في مسألة خطيرة جدا، وهو يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعد أن أنفقت أمسك لسانك وادعو الله يتقبل منك. نعم. لكن إياك والمن وإياك والأذى. المن والأذى سبحان الله تحرق هذه الحسنات التي أنت قدمتها. ثم دخل بعد ذلك في المثل بتاعت يعني يقول كأنك إذا أردت أن يتضاعف مالك وأنفقت هذا المال واقتنعت بآية مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل فتكاثر مالك، فلا تبطل هذا التكاثر بالمن والأذى، لأنه سيكون حينئذ مثلك مثل الصفوان الذي عليه تراب، فيكون بعد ذلك والله لا يهدي القوم الكافرين. شوف يعني هذا كفر النعمة. كفر النعمة. صحيح. يعني كفر النعمة، يعني كيف أن الإنسان سبحان الله آتاه الله مال وإذا ينفق وهو حقيقة لو تدبر هذا المال مال الله. فلو نحن أردنا أن نمثل تمثيل، مثلا نأتي بممثلين ونأتي بالكاميرات ونأتي بكاتب حوار سيناريو، لا أخذ منا حقيقة صفحات كثيرة، لكن آية واحدة في 4 أسطر أعطتنا مثال كبير وحققت الهدف الذي تريد. الحقيقة لا أريد أن أفوت يعني حديثكما في أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، تخصصكم الماء، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، رجل عجوز وله ذرية ولكنهم صغار ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وهو ينظر إليها، شايب كبير عنده أطفال وعنده ذرية ونساء ومصاريف وإلى آخره فاحترقت. شوف الحرقة. كذلك هذا المثل البديع كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ماذا تقول فيها شيخ حسن؟ الله يجزيك. طبعا هنا بعد أن تكلم في قضية الإنفاق وتكلم في أنواع الناس ما بين من ينفق احتسابا لوجه الله وبين من ينفق رئاء وسمعة ومن يؤذي من يعني أنفق عليهم أو يمن عليهم، ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثال العظيم وكأنما الشخص ظل يعمل في دنياه أعمال صالحة وأعمال خيرة ولكن يبطلها بمبطلات بعد أن استوت وتجملت، يعني مثل الجنة التي تجملت تماما. فهذا الشخص سبحان الله وهو يرجو نفعها ويرجو ثمارها ويرجو خيرها ويرجو أن تنتقل إلى أولاده، وهو يشعر في هذه اللحظة لما رآها كأنما ضمن المستقبل. هكذا يعني كأنما ضمن مستقبل أولاده ولم يعد هنالك هم يحمله لذريته، فيفنيها الله تبارك وتعالى. فجأة تأتي نار ويأتي إعصار وينهي هذه في لحظات. إيش هذا المثل؟ لماذا يضرب الله هذا المثل؟ أن تتفكر الآن في كل أعمالك. كثير منا يعمل العمل ولكن سبحان الله يبطله بأنواع المبطلات مثل الحديث مثل الإيذاء مثل المن. هذا على كلها تنبيه لأنه كيف تنقل هذا المثل المادي تنقله إلى حياتك. جميل. أنا أوجه سؤالي للدكتور محمد. أنا أريد حقيقة من خلال هذه الأمثلة وهذا التصوير القرآني البديع كيف يؤثر فينا نفسيا في استحقاق الله عز وجل للعبادة، في تعظيمه سبحانه وتعالى، في حبنا للإخلاص وبغضنا للرياء والشرك. هذا يعني المثل القرآني كيف يؤدي هدفه من خلال هذا
الإبداع الكبير. هذا المثل فيه إنذار شديد. أكمل لك حتى يكتمل المعنى، لأنه بعدها قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه حتى التصوير تغمضوا فيه، لما تعطى الشيء الذي لا تأخذه لنفسك، فإذا أعطيت أنت تأخذه بانكسار نفس تغمض فيه. واعلموا أن الله غني حميد. أريد ربط بين هذه الآية والآية التي قبلها. بداية بالنسبة للآية التي قبلها فيها صراحة يعني إنذار وتهديد بليغ، فبلاغة الآية تعبر عن عظم المصيبة، فلو أن ذلك الرجل لم يكن له شيء لكانت مصيبة أخف، ولو أن تلك الجنة التي لديه هي جنة صغيرة لما تحسرت كل تلك الحسرة على فقدها، لكن الله وصف هذه الجنة كيف هي مثلا بثمارها ونخيلها ومياهها، ثم بعدها يعني أهلكها الله. فالسقوط من عالي ليس كالسقوط من مكان قريب، هذا أولا. ثم تعبيرا عن الهلاك التام أنها أصابها إعصار وفيه نار، فلو كانت رياحا فقط فالرياح قد تبقي الجذور النباتات والبذور، وهذه قد تعود وتنبت من جديد، لكن الإعصار إذن أهلك الأشجار القائمة والزرع القائم، ثم النار أتت على ما بقي منها فلا تقوم لها قائمة بعد ذلك. ثم في الوصف أن هذا الرجل له ذرية ضعفاء، يعني ليس لديه أنصار ينصرونه، فهذا من الناحية الاجتماعية يعني أنه أصيب يعني بالعوز التام، هذا هو. فهذا يعني بلاغة في وصف عظم المصيبة، وفيها تهديد وإنذار لمن كان قلبه حيا وأراد أن يتعظ. والحل لكي يتجنب الإنسان هذا المصير هو النفقة في سبيل الله بإخلاص وامتناع عن الرياء والعجب. جميل، بارك الله فيكم شيخ حسن. ننتقل إلى مثال آخر أيضا بديع في سطر واحد. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تعليق. طبعا هنا سبحان الله الآية وردت في سورة آل عمران، وكان السياق حديث عموما عن مريم وعن زكريا وعن عيسى عليه السلام، فحتى يزول الإشكال تماما في قضية كيف يولد ولد بغير زواج وكذا، الله تبارك وتعالى بين لهم بأن هذا من أمري وهذا كلمة من كلماته. تذكروا أني خلقت آدم من غير أن يكون هنالك توالد، صح، من شيء ميت لم يكن شيئا، من تراب، مش كده؟ يعني خلق آدم من جماد، نعم، خلقه من جماد من التراب بأشكاله، عناصر غير حية. نعم. فما الإشكال في إنه والله أنا أخلق في رحم امرأة بأمر مني وأرسل ملك من ملائكتي وينفخ في ذلك، ولكن حتى لا تذهبوا بعيدا في إنه هذه المرأة يعني يتم الحديث حولها، أنطقت هذا الابن في الصغر، آية من آيات الله، آية من آيات الله. يا سلام. طيب أفلا يكون ذلك موعظة لكم ودلالة أن هذا من أمري وأن هذا كلمة من كلماتي؟ فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني آدم خلقه كلام مقنع من تراب. كلام ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ فهذه تقريب يعني هذا أسهل من الإيجاد الأول. نعم كده من الإيجاد الأول، لما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذه الآية الكريمة كان فيها رد على من تكلموا على مريم عليه السلام، وهي فيها رد الآن على من يدعي نظرية التطور. نعم. وبالخصوص من يدعي هذه النظرية ممن ينتسبون للأمة أو ممن يعني يميعون النصوص حتى يقولون هناك تطور تدريجي وما إلى ذلك وغيرها، يعني من التأويلات البعيدة جدا والخاطئة. فهذا مثال قاطع أن الله تعالى قادر أن يخلق هذا الإنسان كاملا في هيئته في أحسن تقويم دون اعتبار هذه الأسباب البيولوجية التي ندرسها نحن حاليا. فهذه الأسباب
التي ندرسها نحن، وهذه القواعد العلمية والسنن الكونية هي تنطبق علينا وليس على الخالق سبحانه وتعالى. فالله تعالى على كل شيء قدير. الله تعالى قادر أن يخلق إنسانا أو حيوانا خارج إطار هذه القوانين التي ندرسها نحن. هذا هو. وحتى يعني باعتبار القوانين العلمية والبيولوجية التي ندرسها، فمستحيل أن يظهر كائن حي بالتطور والتدرج. فالخلية الواحدة فيها غشاء سيتوبلازمي وسائل سيتوبلازمي ونواة. إذن هذه التركيبات قد تظهر بسيطة، لكن مرة أخرى. غشاء سيتوبلازمي وسائل سيتوبلازمي ونواة، وهي ليست بهذه البساطة. فالخلية هي مثال لمدينة متكاملة فيها معامل ومصانع وعناصر متداخلة جدا. عجبا، إن الله فالق الحب والنوى. نعم. وهذه الخلية بتعقيدها لا يمكن أن تتكون بالتدرج. فمثلا إذا افترضنا جدلا أن النواة ظهرت بصدفة، ولا يمكن أن تظهر في صدفة لأن فيها ملايين من الذرات المركبة يعني بطريقة معقدة جدا. إذا ظهرت مثلا بصدفة فهي لا تستطيع البقاء أو العمل دون الوسط السائل السيتوبلازمي الذي تعيش فيه، وهذا السائل لا بد له من غشاء يحتويه. إذن حتى الخلية الواحدة، فمثلا إذا اعتبرنا بعض الكائنات أو البكتيريا الوحيدة الخلية، لا يمكن أن تتكون أو تعيش إلا إذا خلقها الله في هيئتها الكاملة، فما بالك بجسم حيوان أو إنسان يتكون من ملايير الخلايا، حيث أن هذه الخلايا تجتمع في أنسجة، والأنسجة تكون عضو، وهذه الأعضاء تعمل على شكل منظومة متكاملة كل واحد فيها يؤدي دورا. إذا اختل هذا الدور مات الجسد ككل. هذا هو. فهذا هو رد على اليهود وعلى الذين تكلموا على مريم، ولكن عندما نزلت هذه الآية كانت تتضمن ردا مستقبليا على دعاة التطور الذين جاءوا فيما بعد. يا سلام، كلام جميل. شيخ حسن، الآن ننتقل بما أن القرآن الكريم مليء بالأمثال وضرب الأمثال، لكن حتى لا يتصور الإنسان أنه ممكن يعني ضرب الأمثال ليس له حد، حتى لا يتصور هذا. قال الله تبارك وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعليقكم. هنا سبحان الله يعني نفي للتمثيل أو للتشبيه أو لأن نجعل قواعد المخلوقين تخضع أو نشبه بها الرب سبحانه جل جلاله. الله عز وجل نفى تماما أن يكون له مثيل أو يكون له شبيه أو يكون له نظير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تبارك وتعالى من جهة أثبت لنفسه السمع والبصر، ولكن حتى لا تذهب الناس في الظنون أن يكون التكييف والتمثيل، قال لا، ليس كمثله شيء. وهنا سبحان الله كان يكفي ليس مثله شيء، مش كده؟ ليس مثله شيء، لكن انظر جاب الكاف ومعها مثله. نعم. لينفي ولو شبه صغير ولو بعيد، كل أوجه التشبيه والتمثيل. أيوة، نفيت تماما عن الله تبارك. وحتى لا نتصور أنه عدم سبحانه وتعالى أثبت لنفسه السمع والبصر. صحيح، سبحان الله. فهذا التوازن سبحان الله في منهج أهل السنة على وجه التحديد في قضايا الأسماء والصفات، وهذه من أكثر القضايا اللي الآن فعلا يحصل فيها تشويش، ولكن القرآن فيها واضح. ولكن هذا الكلام الدقيق والمرتب والذي يرد كل شبهة، هل يمكن أن يكون هذا من البشر؟ مستحيل طبعا، لا يمكن. ولو كان من البشر، التحدي قائم في النحو على التالي: إن كان والله تزعمون أن هذا الكتاب الذي فيه علوم وفيه معارف وفيه آيات وفيه بصائر وفيه بينات وفيه تشريعات، يعني فقط لو قيل لك والله بس ضع منظومة التشريع، الأمور الأخرى اتركها، السرديات الكونية والآيات الكونية هذا كله اترك. لو قيل لك والله نريد فقط المنظومة التشريعية في المعاملات بالتفصيل، الآن أنت ما شاء الله في العبادات مجلدات، وفي المعاملات مجلدات، وفي العقيدة مجلدات. هل يعقل كل ذلك لرجل أمي لم يسبق له وينزل في فترة وجيزة وفي نفس الوقت يتحول من لحظة اقرأ يتحول إلى علم وعمل. عهدنا فلاسفة مثلا كان هناك تراكم معرفي وتراكم لعقود وأحيانا لقرون، لكن هنا هنا مباشرة. فالقرآن تحداهم
مباشرة تحداهم أن يأتوا بمثله، مثل هذا القرآن. إذا أنتم تعتبروه حق بشر تعالوا بمثله. يلا ما استطاعوا. أيوة. قال الله تعالى: ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. تعليقكم. حسنا. إذن الله تعالى أعطانا مثال كيف يخرج الحي من الميت وكيف يحيي الميت. وعندما قال الله تعالى هو الذي خلق لكم من الشجر الأخضر نارا، فيجب أن نعلم أن الشجر هو نبات، والنبات هذا آية من آيات الله، لهذا نجده محوريا في آيات القرآن الكريم، وحتى في ذكر نعيم الدنيا وفي ذكر نعيم الآخرة. لماذا هذه المحورية التي يحتلها النبات والشجر؟ لأن في السلسلة الغذائية جميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان وحتى بكتيريا وحتى طفيليات وحتى فطريات، جميع هذه الأصناف تعتمد في حياتها على ماذا؟ على كائن حي آخر تتغذى عليه. فالإنسان يتغذى مثلا نعم، فالإنسان يتغذى على اللحوم وهي من كائنات حية، ويتغذى على النبات وهي بحد ذاتها كائنات حية، إلا النبات هو المستقل بذاته ولا يعتمد على أي كائن حي آخر. فالنبات هو مثال لتحويل الميت إلى الحي. فأنا كبشر لا أستطيع أن أخذ حفنة من تراب وأمتص منها الأملاح المعدنية وأجلسها هكذا في الشمس لأستمد منها الطاقة. يجب أن أستمد الطاقة من المواد العضوية كالسكريات والدهنيات التي أستمدها من كائنات حية، إما من اللحوم أو النباتات. أما النبات فهو يستمد غذاءه وطاقته من عناصر غير حية، يستمد غذاءه من الأملاح المعدنية ومن الماء ومن ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء، ثم يستمد الطاقة من الشمس، ويجمع كل هذا ويخزنه على شكل مادة عضوية. فالمادة العضوية هي تخزين للمادة وحتى الطاقة. نحن عندما نحرق السكريات مثلا نحن نحرر الطاقة التي خزنها النبات في هذه السكريات. هذا هو. إذن فالنبات هو خير مثال كيف أن الله يحول الميت إلى الحي. هذا هو. ثم خلقكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم منه توقدون. هنا أولا كيف التباين؟ الشجر الأخضر معنا فيه ماء. نعم، وتؤن فيه ماء وأنت توقد منه النار. معلوم أن الماء يعني هو ضد النار، لكن المادة العضوية الوقود الذي في الخشب هو مكون من أساسا من الماء. كيف ذلك؟ الماء يتكون من الأكسجين والهيدروجين، والنبات ماذا يفعل؟ يأخذ هذا الماء ومن خلال التركيب الضوئي يفصل الهيدروجين عن الأكسجين ويطرح هذا الأكسجين في الجو كي نتنفسه، ويدمج الهيدروجين مع الكربون داخل المادة العضوية، فتصبح المادة العضوية عبارة عن ماذا؟ نعم. إله إلا الله. تكون هذه العملية الفيزيائية العجيبة في أوراق النبات، ويأتي الإنسان يعني يتكبر على الله. ثم فيدمج الهيدروجين مع الكربون ليكون المادة العضوية. والمادة العضوية أي وقود نوقد النار منه هو أصله شجر، هو أصله نبات. هذه آية أخرى. فمثلا أعطيني أي وقود. الخشب أصله من النبات، الفحم أصله من النبات. الفحم الحجري الذي في باطن الأرض كان نباتا وضغط تحت درجة حرارة معينة فتحول إلى فحم حجري. حسنا، تقول لي حسنا يا شيخ والجلد يمكن أن أشعل به النار، هل هو نبات؟ نعم، الجلد جاء من الحيوان، والحيوان استمد المادة العضوية التي بنى بها جسمه من النبات. تقول لي خلاص يا شيخ والبترول؟ البترول هو أيضا بقايا نباتات ضغطت في الأرض حتى تفحمت وتحولت إلى بترول. إذن حتى البترول هذا الذي نوقد به النار ونتدفأ به ونحرك به السيارات هو أصله من الشجر الأخضر كذلك. أعطيني أي وقود وسأحيله إلى النبات، سأحيله إلى الشجر. أي وقود في هذا العالم، زيت، بترول، أي شيء سأحيله إلى النبات، لأن أصل المادة العضوية والغاز الطبيعي. نعم، تركيبة الغاز الطبيعي هي فيها الكربون والهيدروجين. فمثلا غاز البوتان تركيبته C10 وH أظن C6 عفوا وH12، بمعنى عدد من ذرات الهيدروجين مرتبطة بعدد من ذرات الكربون. والكائن الذي لديه القدرة أن يجمع ذرات الكربون مع الهيدروجين ليكون المادة العضوية فقط هو النبات. إذن غاز طبيعي، بترول، زيوت، جلد، أي قطن، أي مادة تحترق
هي أصلها نبات. فهذه الآية قال ألقوكم من الشجر الأخضر نارا، فهذه الآية هي معجزة. أي نار نشعلها هي أصلها من الشجر الأخضر، ليس فقط الحطب. يعني في هذه الآية عندما نزلت في وقتها كان العرب يعلمون أنهم يشعلون الحطب الذي من الشجر، ولكن فيها خطاب لنا في هذا العصر أن ما نوقد به النار الآن من غاز طبيعي وبترول هو أيضا أصله من الشجر الأخضر. هذا هو. بعدما توصلنا يعني تقدمنا في العلم نعلم أن هذه الآية تتكلم عن جميع أنواع الوقود التي نوقدها. الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وكأنما يقول لهم يا من تنكرون البعث، نعم، انظروا إلى هذا الميت كيف نعم، وجد من حياة كاملة. نعم. يعني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالإنسان سبحان الله هذه الأمثلة فائدتها أنه والله تنبهك إلى نقاط فعلا تستحضر فيها عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى قال يعني قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا العمق الذي ذكره الشيخ الدكتور حقيقة لم يكن في بال أحد إلا العلماء الذين فعلا فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا علماء هذا العصر وليس من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشجر الأخضر يخرج منه البترول والغاز وكل أنواع الوقود حتى والجلد. إذا حرقت الجلد فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجراتها كذلك. أنتم سبحان الله أنتم أنشأتم شجراتها. مشاهدي الأكارم انتهى وقت هذه الحلقة، وكالعادة تنتهي الحلقات من غير أن نشبع حقيقة من كلام ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، اللهم ثقل موازيننا وارفع درجاتنا. مشاهدي الأكارم باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور كذلك محمد الرجواني من المغرب الشقيق ضيفا عزيزا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم. سأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، ولا تنسونا من دعاكم الصالح. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. الفكر يا إنسان لو أطلقته